المرأة المطلقة تقدر تبدا البرنامج؟ هاد المسألة ديال النساء اللي كيكونوا كيعانيو من تشنج مهبلي وحدث للأسف الطلاق وكاين حالات بصراحة، كاين الراجل اللي كيكون ما صبرش ودغيا طلّق على شهر وشهرين، وكيكونوا حالات العنف الجسدي هادو كيكونوا مضطرين يطلقوا، وكاين حالات اللي الراجل صبر عام وعامين وداك الشي وهي ما دارت والو وطلّق. هنا النساء يعني كيدخلوا في واحد الحالة ديال الاكتئاب خايبة، وكيدخلوا في واحد الدوامة صعيبة، وكيبداو يقولوا أنا راه بيتيتر ما غاديش نبرى. لا، 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 غادية تبراي وغادية تعاودي حياتِك وإن شاء الله الأمور كلها غادي تكون مزيانة. هادشي حنا تلقيناه في البرنامج عدة نساء ما كيبقاوش يحسوا براسهم بوحدهم، كتقول لك أنا مطلقة ولكن كتخبيها لأن هذاك النظرة الثقيلة ديال المجتمع على المرأة المطلقة. راه أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن ملي تيكون استحالة العيش ما بين جوج راه بالعكس راه واحد الرحمة. من هنا نتيا خصك ديري إعادة النظر، واخا نتي مطلقة واخا طلقتيتو. كاينين نساء عندنا باقي ما تزوجوش ودخلوا في البرنامج تتقول لك أنايا باش ما تكونش عندي هذاك الضغط، يعني غندير البرنامج بأريحية. أنا مثلا طلقت ملي كندير البرنامج بأريحية كنتبع الخطوات بشوية عليا وكيجيب الله التيسير. اللي خصكم تعرفوا هو أننا في البرنامج كاين مرافقة حتى ديال داك الشريك، يعني كتخدم على كيفاش هي اثيرات بطريقتها في التفكير واحد النوع مثلا ديال العلاقات توكسيك او علاقات سامه. كنخدموا على هذه المساله وكنخدموا واحد الحاجه كنسميوها حنا لافاتار، باش بحال هي كتاثيري في طاقيا وفكريا واحد النوع ديال معين من الاشخاص. كنعقل انا كانت عندي واحد السينيغاليه، كانت سينيغاليز وكانت كتعالج في البرنامج، وسط العلاج ديالها قدرت انها تعاود تزوج. وكان واحد لوكا ديال واحد الممثله فرنسيه حتى هي وسط العلاج ديالها كانت مع واحد الانسان توكسيك، وقلت لها واش كتشوفي وجهك في المرايه انت ديال الانسان توكسيك، وتبدلات وبدلات الطريقه ديال التفكير ديالها وقدرات انها تاثيري انسان اخر وتعالج من التشنج المهبلي.